تو في الطريق الراس الرمل. انا بيدي باش نكتشفها معكم اليوم، ما نعرفهاش البلاصه. هانا مع بعضنا نسيسر واحنا في الطريق حتى ناخذوا الغادي ان شاء الله. يا جماعة كما قلت لكم قبيلة، حبيت نكتشف هالبلاصة معاكم. ديجا أنا أول مرة نجي بعد ما مشيت بريسك شطر ثنية. ديجا الشط غادي مام با يظل لي حكاية 300 400 متر. ايوي وصلنا لشطر الثنية، نلقى فوسي كبير من المطر اللي صبت أو لامس. ما نجمش نتعدى، ما نجمش ناخذ ريسك بالكرهبة ونهبط نشوف. مغارق ما يعديش. نستغل نوريكم المناظر اللي هنا راهي مزيانه برشا، مش كيما الكاميرا مش قاعده توري 100% للمنظر المزيان. ديجا من غادي طريق حومة السوق. ان شاء الله توا نمشيو للبلاصه اللي بعدها. راكم معنا يا جماعه. ما عطانيش قلبي باش نوصل لهنا تراجي هذيك الكل ونجي الجربه ونقعد بلاصه ما نشوفهاش. عملت حل عروبي كي الناس الكل. هاني خويا شقيت حل البلاصه على سقيه، وزيد مشينا لقدام شويه حكايه 100 متر زاد فوسي اخر. ماهوش غارق كي الاول، ما كي غارق الكرهبه يطلق. هذا يلزم كتفوكات باش تنجم تعديه. نحكي على الاولاني مش هذا اهون. لا والله حتى لهنا غارق. يا جماعة أنا وصلنا توا للليديون الشط غادي نتصور منظر مزيان. نخلات فما نمشيو حافين في البرد. وهو الحق الطقس اليوم محلاه مزيان، موش بارد برشا. عجبني الطريق من هنا، حسيته خير من هذاك، كندورو منه ونكتشفوا الفيو مع بعضنا. الرسمي شط محلاه. بحر راكح شهي في عومة. هما تراس تاعي كتفوكات. شط عالمي رسمي عالمي. يا جماعة وانا نمشي على الشط لهنا شايخ على صوت الموج. تلفت على يميني كما كنشوفها بالكاميرا توا قدامي، فما بنية قديمة ما فهمتهاش شنيا. ايش رايكم نمشيو نكتشفوها ونشوفوها شنيا؟